مرضعة قلاوون. الاسم ده بنقوله لما نكون بنوصف واحدة ست عجوزة، داهية زي ما بيقولوا، أو أخلاقها صعبة، فنقول دي عاملة زي مرضعة قلاوون. طبعا نوع من أنواع السخرية وبنوصفها وصف مش كويس، لكن مرضعة قلاوون دي ليها قصة، ولما نعرفها هنعرف إن الست دي كانت عظيمة، والمفروض إن احنا نحترمها وما نقولش مرضعة قلاوون كوصف سيء لأي امرأة. ايه حكايتها؟ مرضعة قلاوون هي اصلا كانت جارية من المغول، اصلها من المغول، وجت مع زوجة السلطان قلاوون الثانية اللي كانت اميرة مغولية، ولكن هي واسرتها هربوا من بطش السلطان المغول وجم مصر، وكان اسمها جلشانة او مسكة. جلشانة دي كانت جميلة جدا، بقت المرضعة بتاعة الناصر محمد قلاوون اللي هو ساعتها كان ابن السلطان، وفضلت معاه طول عمره، وكانت وفية جدا جدا ليه، وكانت امرأة شديدة الذكاء لدرجة انها قدرت وتمكنت من انها تاخد البيعة 3 مرات للسلطان الناصر محمد ابن قلاوون، وده تم خلعه من الحكم 3 مرات على فكرة، وفي كل مرة هي تقدر ترجعه وتخلي أمراء المماليك يبيعوه بالحكم. وكان ليها شأن في القصر، وكان السلطان الناصر بيحبها جدا وبياخد رأيها في كل المناسبات، حتى في زيجات الأميرات. وصل بيها الوفاء ان هم لما جم يقبضوا على السلطان الناصر محمد وسجنوه، طلبت بنفسها انها تتسجن معاه، وكانت اول حد يطلب انه هو يدخل السجن بنفسه. ده ليه؟ علشان تخدمه في السجن، وفضلت معاه لغاية لما ماتت. ليه اتسمت الست مسكة؟ لان الست دي السلطان الناصر حب يكافئها، فادها حتة ارض كبيرة قوي كانت جنب مسجد السيدة زينب، فبنت عليها مسجد اتعرف باسمها مسجد الست مسكة، وده موجود لغاية دلوقتي. وكانت بتطلع اموال الصدقات والزكاة معطرة بالمسك، عشان كده اتسمت بالست مسكة، ودي اصل حكاية مرضعة قلاوون.